السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي المغرب لان تيفي، القناة اللي كتنقل لكم آخر الأخبار والمستجدات أولا بأول. فأخبار اليوم: شهدت منطقة أوكايمدن تساقطات ثلجية مفاجئة وكثيفة، فظاهرة نادرة جاية في شهر ماي، الشهر المعروف عادة بالأجواء الربيعية المعتلة. وخلقت هذه التساقطات حالة من الاستغراب وسط السكان والزوار بعد ما غطت الثلوج المرتفعات وبعض الطرقات الجبلية، بالتزامن مع انخفاض حاد في درجات الحرارة ورياح قوية زادت من برود الأجواء. وثقت صور ومقاطع متداولة المشهد الاستثنائي اللي بان فيه تحول كبير ومفاجئ في الطقس، الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس يتساءلوا على أسباب هذه التقلبات المناخية الغريبة اللي ولات كتوقع بشكل متكرر. ومن المعروف أن منطقة أوكيمدن كتعتبر من المناطق الجبلية المعروفة بتساقط الثلوج في الشتاء، ولكن مشاهدة هذه الكميات خلال شهر ماي كتظل ظاهرة غير معتادة، خصوصا مع قرب فصل الصيف. كما أن هذه الظروف الجوية قد تسبب صعوبات في التنقل عبر بعض المسالك الجبلية بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن الضباب والثلوج، لذلك يبقى الحذر ضروري بالنسبة لمستعملي الطرق. ويرى بعض المتابعين أن هذه الظواهر المناخية أصبحت أكثر تكرارا خلال السنوات الأخيرة، مما يعيد النقاش حول تأثير التغيرات المناخية على الطقس والفصول. يبقى السؤال المطروح: هل أصبحنا أمام تغيرات مناخية غير مسبوقة؟ أم أن الأمر مجرد تقلب جوي مؤقت؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، واش عمركم شفتوا الثلوج في هذا الوقت من السنة؟ ولا تنساوش دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كان معكم المغرب الآن تيفي، إلى لقاء قريب في خبر جديد. السلام عليكم.